السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الإمبابي في فيديو جديد من ريفيوهات من زمن فات. النهاردة هنعمل مراجعة السماعات الموجودة في السوق المصري، يعني مش كل السماعات بس يعني مثال أغلب السماعات دول حوالي 25 سماعة. هنتكلم عليهم النهاردة، هنراجعهم، هنشوف ايه أفضل سماعة فيهم وايه اللي تشتريه وايه اللي ما تشتريهوش وأسعارهم ومزاياهم وعيوبهم بصورة سريعة، يعني لأن طبعا صعب نتكلم بصورة تفصيلية عن كل سماعة. هو إن شاء الله احنا هنتكلم بداية عشان الكلام يبقى واضح في بقية الفيديو، إنه الأسعار اللي أنا هذكرها دي أسعار عندنا في المحل أو في المحلات اللي حواليا. الأسعار مختلفة من مكان للتاني، ملهاش سعر موحد. الأسعار دي ممكن يعني ممكن تزيد أو تقل حسب سعر الدولار وحسب سعر السوق يعني. تاني حاجة في هنا ممكن تصنيفات شخصية، يعني اللي أنا ممكن السماعة اللي تعجبني ممكن ما تعجبش غيري والعكس صحيح يعني. آسف جدا. بس فإحنا مرتبينهم كده من الأرخص للأغلى، فهناخدهم سريعا يعني إن شاء الله نتكلم عنهم. السماعات دي يعتبر أنا يعني جربت أغلبهم أو استخدمت أغلبهم، عارف أغلب السماعات اللي أنا ممكن جربتها أو استخدمتها فترة طويلة، فعارف جودتها وعارف صوتها، فممكن نتخطاها أقول لكم المخرج بتاعها. السماعات اللي ما جربتهاش قبل كده هنجربها مع بعض دلوقتي. نبتدي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. دي أول سماعة. السماعة دي لها أشكال كتير ولها يعني كلها بتيجي في الكيس ده كده زي ما احنا شايفين. احنا نقيم الأول السماعات بناء على 4 تقييمات أساسية: سعر السماعة، شكل السماعة لأن في ناس بتهتم بالشكل شوية وخصوصا السيدات يعني، لون السماعة وشكلها ده مهم عند بعض الناس يعني، وجودة السماعة، يعني فكرة إنها ما بتبوظش بسرعة أو بتبوظ بسرعة، الخامة يعني بتاعت السماعة، وجودة صوت السماعة، الصوت النهائي اللي خارج من السماعة عالي والجودة بتاعته واضحة ولا لأ. دي سماعة ما فيهاش أي حاجة من الحاجات دي غير موضوع السعر. السماعة دي تقريبا موجودة في السوق، يعني ممكن تلاقيها من أول 25 جنيه ل 35 45 حسب السوق. أنا عندي حاليا ببيع 25 جنيه. سماعة عادية جدا ما فيهاش أي مميزات، بس يعني في منها درجة أقل شوية اللي هي بتبقى ما فيهاش مايك أصلا للمكالمات، مجرد سماعة بتسمع بيها بس الصوتيات يعني. فدي سماعة اللي عايز حاجة رخيصة جدا بس ما يسألش بقى عن أي جودة من أي نوع يعني. بتيجي بأشكال كتير أوي، الكيس بتاعها بالشكل ده كده، بيجي منها أشكال كتير أوي للأكياس وللسماعة نفسها، بس الجودة بتاعتها يعتبر أقل حاجة خالص. تاني حاجة معانا النهاردة، احنا ممكن دي نديها تقييم مثلا 3 من 10 عشان السعر بس مش أكتر يعني. تاني سماعة معانا النهاردة هي السماعة الجي 5 بالشكل ده كده، القسم الشغال أصلا يعني، أرجو إنها تكون واضحة، مكتوب عليها جي 5. السماعة دي مشهورة جدا، خلونا نفتحها مع بعض كده ونشوفها. موجودة تقريبا في جميع محلات الموبايلات والأكسسوارز. السماعة دي سماعة كوبي، كانت بتيجي زمان في الأجهزة اللي هي الجهات الجي 5 والجي 7 والحاجات دي، كانت بتيجي مع الجهاز نفسه يعني، أيام ما كانت بتيجي مع الأجهزة السماعات. تيجي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. سماعة يعني جودتها متوسطة، ممكن نقول إن صوتها معقول مش سيء. سعرها السعر بتاعها يعني أنا ببيعها عندي في المحل في رينج 35 جنيه، موجودة في محلات أقل أو أكتر حسب بقى سعر السوق زي ما قلنا، وحسب تصنيفات كتيرة المكان، محل السعر اللي هو جايب بيه وهكذا يعني. حطها على جنب. السماعة دي ممكن نديلها تقييم يعني 5 من 10. سعرها رخيص وفي نفس الوقت بتقضي الغرض بتاعها. هي عيبها الوحيد اللي ممكن يقابلنا وده هتقابله يعني في وقت الشراء على طول، إن هي أحيانا بتيجي
من المصنع، واحدة صوتها عالي واحدة صوتها واطي. فده مش هتعاني منه لما تيجي تشتريها، ان انت تجربها قبل ما تشتريها يعني. السماعة اللي بعد كده معانا، ودي منها 3 أشكال أو أكتر منها، برضو في أشكال كتيرة منها. الأشكال دي كده كلهم دول تقريبا حاجة واحدة أو مورد واحد أو مستورد واحد يعني بيجيبهم، بس في العلب شكلها مختلف، بيجي منهم أشكال كتيرة قوي. يعني اللي ممكن نتكلم عنه إن السماعة دي مش جودتها مش عالية خالص، لكنها برضو سعرها رخيص بالشكل ده كده أو بالشكل ده أو بالشكل ده. وبيجي منها برضو هنا عظم أو بلاستيك، مش كاوتش، حسب العبوة يعني اللي جاية منها. كل السماعات دي بتدخل في تصنيف واحد اللي هو السماعات الشعبي. سماعة رخيصة مفيش فيها أي يعني مبشرات يعني أو أي حاجة ممكن تخليك تشتريها، غير إنها سماعة رخيصة يعني بتتباع في حدود 35 جنيه في السوق حاليا، عندنا على الأقل ب35 جنيه. يعني السماعات اللي احنا استعرضناها كده قبل كده دي كلها ممكن نقول إنها محدش يشتريها يعني، باستثناء الجي 5 اللي ممكن تشتريها لو ما معكش فلوس يعني، أو عايز حاجة كويسة يعني، عايز حاجة قصدي على قد فلوسك يعني، مش أحسن حاجة بس على قد فلوسك. نيجي بعد كده بقى للحاجات الأغلى شوية. رينج الحاجات دي كلها في رينج أقل من 50 جنيه، من 35 ل50 حسب المكان برضه اللي بتشتريها منه. 3 سماعات دول بأشكال برضه مختلفة يعني. السماعة اللي هي ديت أقل شوية من الاتنين التانيين دول، ممكن نحطها هنا. دي في حدود يعني أنا ببيع عندي في المحل ب40 جنيه. دول برضه في حدود 45-50 يعني. أنا جربتهم فأقول لكم الخلاصة يعني. سماعات كويسة مش سيئة، بس بتبوظ بسرعة. كذا برضه بيجي منها الشكل ده. السماعة اللي احنا قلنا عليها بيتقال عليها في السوق عظم أو بلاستيك، مش كاوتش زي دي كده. الفرق بين السماعات إن دي كاوتشة ممكن تشيلها أو ممكن تركب تاني. دي بتدخل جوه الودن، دي بتبقى من بره الودن. في ناس بتفضل دي وفي ناس بتفضل دي بدون تفضيلات شخصية يعني، كل واحد ليه يعني تفضيلات مختلفة عن التاني يعني في هذا الأمر. السماعة دي بقى بتبقى بلاستيك، مش ما بتتفكش يعني. السماعات دي جودتها معقولة في المتوسط جدا يعني. إذا قلنا احنا السماعات دي ممكن يديهم مثلا 4/10، فدول ممكن يديلهم 6/10 مثلا. سماعات متوسطة جدا، مش سيئة بس مش حلوة يعني. لو بتفكر ممكن تلاقي حاجات أحسن يعني. اللي هنيجي بعدها بعد كده، السماعة دي برضو مشهورة جدا وموجودة في أغلب محلات الموبايلات. السماعة دي في منها 3 درجات. في درجة أنا مش موجودة عندي هنا في حدود 35 جنيه، نفس اللي هي بتيجي مع الجي 5. نفس الدرجة دي تقريبا. دي بقى الدرجة التانية منها، أعلى شوية، جودتها معقولة جدا، كويسة جدا. السماعة دي في السوق في رينج من 50 ل75 جنيه. السماعة التانية الدرجة الأقل منها ب35 جنيه. وفي منها برضو الشكل ده في رينج 75 ل100 جنيه. نفس السماعة تقريبا، مع دي جودة أعلى شوية، حاجة بسيطة. وفي منها كمان اللي هي الأصلية بقى بتاعتها، اللي هي الخلع اللي بتيجي من كراتين الأجهزة، سواء في التوكيلات أو المحلات اللي بتبيعها يعني. بسم الله. بس فالسماعة دي سماعة كويسة، لا غبار عليها يعني. بالنسبة للناس هي مشكلتها بس إن في ناس ما بتحبش العظم ده، بتحب الكاوتش يعني، ما بتحبش إن هي تبقى صلدة كده. ف يعني ممكن ندي للسماعة دي 7/10 يعني. إلا لو أنت ما بتحبش الكاوتش ممكن تستغنى عنها خالص، إنها مش هتبقى ممتازة بالنسبة لك. السماعات اللي بعد كده، سماعات اللي هي الكوبي أو الهاي كوبي من سماعة ال HG اللي هي بتنزل مع أجهزة سامسونج، أو اللي كانت بتنزل مع أجهزة سامسونج. يعني أنا جربت السماعات دي، صوتها حلو وكل حاجة، بس هي مشكلتها برضو إنها بتبوظ بسرعة
الخامة بتاعتها مش أفضل حاجة في الدنيا يعني، رغم إن الخامة ممكن تمسكها تلاقيها قماش ونظريا كده جيدة، بس هي فيها عيب قاتل إنها بتبوظ من الجزء ده مجرد ما تتني مرة أو اتنين. إن شاء الله نتكلم في آخر الفيديو على نصايح على إزاي تحافظ على السماعة بتاعتك يعني. بس في التقييم السماعة دي إن إحنا ممكن نقول 6/10 مش أكتر من كده في نفس هذا الأمر. لو أنت ما بتحافظش على السماعات ابعد عن السماعات دي. ده شكل تاني منها. السماعات دي متوسط بتاعها من 50 ل75 جنيه. نفس الأمر برضو يعني سماعة جيدة جدا وصوتها حلو جدا يعني تحاكي السماعات الأصلية، لكن مشكلتها في موضوع إنها ما بتعيش يعني، ممكن تقعد معاك شهر شهرين وتبوظ. فممكن نديها مثلا 6/10. نيجي بقى لأشهر سماعة موجودة في السوق حاليا وأكتر حاجة بتتباع في جميع محلات الموبايلات. أنا جايب سماعتين من نفس السماعة عشان السماعات دي بتنزل منها أشكال كتير أوي، أنا كنت هجيب منها الأشكال كلها، بس يعني هي سماعة معروفة، سماعة اسمها ايسون. السماعة دي موجود منها أشكال الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي والأحمر والبامبا تقريبا في منها 10 ألوان مثلا ولا حاجة يعني. بس هو إن كان اللون الأكثر هو الأكثر مبيعا يعني والأكثر طلبا هو اللون الأسود، واللون البينك بالنسبة للبنات برضه اللي هو اللون البامبي يعني. السماعات دي سماعات متوسطة جدا، لا هي جيدة أوي ولا هي سيئة، لكن صوتها كويس. سعرها مش غالي أوي يعني. هي السماعة عندي بتتباع يعني، بالمناسبة إن السماعة دي في منها درجتين موجودين في السوق. ممكن نقول سماعة مضروبة في حدود 30 جنيه 35 جنيه بتتباع في المحلات، لكن جودتها سيئة جدا. هي مش عارف والله، بس أنا كنت جبتها مرة على أساس إنها نفس الدرجة، كانت أرخص شوية من السماعة دي. نفس العلبة بالظبط، نفس الشكل، نفس التغليف، نفس كل حاجة. مش هتبان غير ان انت تستخدم يعني. انت لو يعني عموما اللي بيستخدم السماعة دي بيبقى عارف الجودة بتاعتها وعارف صوتها، فمجرد ما يجي يجرب السماعة التانية بيعرفها يعني. احنا هنا بنتكلم على السماعة نظيفة منها الدرجة الكويسة. مش عارف والله اذا كانت السماعتين من نفس المورد مثلا او من نفس المصنع، بس يعني دي درجة اقل ودي درجة اعلى، ولا فيها مضروبة مثلا حد قلد السماعة وعمل منها حاجة تانية اقل او حاجة. بس يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن السماعة نظيفة منها دي في حدود من 50 ل75 جنيه في المحلات. انا ببيعها مثلا ب50 ب50 كل الالوان ما عدا الاسود بتاع ب55 لانه بيجي عليا اغلى. مش عارف ليه برضه، بس يمكن عشان ان هو عليه طلب اكتر يعني، كل الناس بتطلب الاسود يعني. بس سماعة كويسة جدا، أنصح بيها بشدة اللي عايز يجيب سماعة متوسطة ما يدفعش فلوس كتير وفي نفس الوقت ياخد حاجة كويسة. هي مشكلتها إنها بتبوظ بسرعة برضه لو أنت مش بتحافظ على السماعات. فراجع آخر الفيديو يعني نتكلم عن موضوع إنه إزاي تحافظ على سماعتك يعني. نيجي بعد كده للسماعات. دي برضه بيجي منها أشكال كتير جدا ومنتشرة في السوق، اللي هي 3 سبعات. ده اسمه المورد أو السماعة الصيني. مش جودتها مش عالية أوي يعني، لكن بالنسبة لسعرها هي سماعة كويسة مفيش فيها أي مشكلة خالص. أعلى شوية، جودتها أعلى شوية من الإيسون. بس هي مشكلتها إن هي سعرها غالي، بتتباع ب75 جنيه فأكثر يعني. فطبعا كنا بنتكلم على السماعة الثلاث سبعات. يعني جودتها تقريبا قريبة من الإيسون، لكن مشكلتها إن هي سعرها أغلى شوية. أنا شخصيا ما استخدمتهاش كتير فهجربها معاكم دلوقتي بالنسبة للصوت وأقول لكم رأيي إيه. يعني الصوت متوسط يعني، قريب من صوت الياسون قوي. واضح كل حاجة، بس مش أعلى حاجة، في أفضل من كده يعني. فيعني لو هتشتري سماعة ب75 جنيه مثلا، لا خليك في الياسون. سماعة الياسون تقريبا في حدود 50 جنيه، وتقريبا بنفس الجودة يعني، أقل حاجة بسيطة أوي في الجودة يعني، بس لا يعني ممكن نقول نفس الجودة. لو هتشتري سماعة بقى ب75 جنيه فعلا، بس هي مشكلة التسلا إن هي قليلة يعني. أنا جبتها مرتين 3 وبعد كده بحاول أجيبها من الموردين يعني مش موجودة.
بس هي سماعة ممتازة أوي، لو لقيتها اشتريها يعني. سماعة نضيفة جدا، الصوت بتاعها عالي، مفيش فيها أي مشكلة خالص، بتعيش يعني. أنا شخصيا ما استخدمتهاش لنفسي أنا كتير يعني، استخدمتها بس من باب التجربة أو كده، بس اديتها لناس كتير وشكروا لي جدا فيها يعني. وبالعكس صوتها جميل ما شاء الله، يعني تشعر إنها سماعة أصلية يعني. بالنسبة لجودة الصوت، صوت واضح جدا ما شاء الله يعني، بعيد عن ان الصوت عالي او لا، الصوت مش اعلى حاجة خالص، بس يعني في سماعات اعلى من كده، بس الصوت حس انه مجسم جدا يعني. فممكن نقول انه سماعة كويسة تانية ممكن نحطها في الفئة اللي بعديها. لو هتجيب سماعة ب75 جنيه مثلا، خليك في السماعة التسلا دي. نيجي بقى للسماعات اللي هي بيتقال عليها سماعات هاي كوبي، يبقى مكتوب عليها السماعة دي مثلا، عندي منها كذا نوع، مكتوب عليهم سامسونج وشاومي وأوبو، كذا شركة يعني بيتكتب عليها، هواوي والحاجات دي. البادج ده بيتغير، بس التيكت ده بيتغير، والسماعة البادج الموجودة على السماعة الداخلية. سماعة برضو صوتها حلو ومش سيء، بس في منها درجات بقى يعني. هي مشكلتها في موضوع الجودة بتاعتها يعني. أنا مثلا ممكن أجيب نفس السماعة بنفس الشكل وألاقي جودتها عالية وجودتها يعني مفيش حفاظ على موضوع الكواليتي يعني، أو الكواليتي كنترول يعني، اللي هو معيار الجودة أو التحكم في الجودة بتاعها. احنا كده خلصنا السماعات اللي بتقال عليها سماعات شعبي. ما عدا بقى نيجي عند سماعات الايفون، هنجيلها في الاخر برضو دلوقتي بعد ما نخلص السماعات اللي بتقال عليها سماعات اصلي، او اللي هي سماعات اصلي اوريدي. دي سماعات خلع من الاجهزة، بتتباع برضو ساعات بتجيلنا من موردين وكده. السماعات دي سعرها معقول جدا بالنسبة لان انت تشتري سماعة اصلية. يعني دي مثلا سماعات انفينكس وتكنو ايتل، هم كلهم شركة واحدة. بيجي الاستيكر بتاعهم بالشكل ده يعني، دي مكتوب عليها مثلا انفينكس. قطعة الكيس، سماعة انفينكس. ودي الاستيكر مكتوب عليه تكنو. ودي مكتوب عليها ايتل. كل السماعات دي جايين مكان واحد. دول 3 درجات من نفس السماعة. السماعة دي اللي بتيجي مع الأجهزة الزراير والأجهزة الضعيفة خالص تبع الشركة دي. السماعة دي في رينج 50 جنيه. يعني ممكن انت لو تشتري سماعة 50 جنيه صيني، جودتها اللي هي بتاع عليها كوبي هتبقى أفضل من السماعة الأصلي اللي هي ب50 جنيه. سيئة جدا. دي سماعة متوسطة يعني، دي ب100 جنيه بس هي أصلية فعلا. يعني مش عارف يعني، لو هتجيب سماعة مثلا هي جودتها قريبة جدا من السماعات اللي هي بتتباع في حدود 75 جنيه يعني، قريبة من السماعة تسلا مثلا على سبيل المثال. دي بقى ممكن نقول عليها إنها سماعة أصلية جودتها عالية جدا. دي تيجي مع الأجهزة العالية في أجهزة انفينكس وتكنو وأيتل والحاجات دي، الأجهزة الغالية يعني. السماعة دي ممتازة جدا يعني، أنا بستخدمها شخصيا. السماعة دي في رينج 150 جنيه، بتتباع في السوق ده إن وجدت يعني، لأن دي برضو الموردين بتوعها مختلفين يعني، الحاجات اللي هي الأصليات دي. فلو بتدور على سماعة بغض النظر عن موضوع السعر يعني، دي أنا أظن إنها بتتباع في إكس بارك اللي هو المتجر الإلكتروني بتاع شركة انفينكس. بتتباع ب450 جنيه. شفتها من فترة كمان قبل الغلو الأخير ده. بس يعني في المحلات ممكن تلاقيها في رينج من 150 ل 250 جنيه. أنا بتتباع عندي ب150 جنيه النهاردة. سماعة بتعيش يعني، لو إنك حافظت على السماعة ممكن تعيش معاك سنين. انما لو ما حافظتش، هو اي سماعه في الدنيا لو شده واحده خلاص الله يرحمها يعني، لو اتشدت كده منك، لو انت حاططها وتعاملت معاها بعنف او بغشوميه يعني، او ايا كان الطريقه، السماعه دي مش هتعيش معاك طبعا. فيعني لو انت بتبوظ كتير، مش هتدفع 150 جنيه و300 جنيه و200 جنيه في السماعه يعني. انما لو انت بتحافظ على الحاجه دي، احسن سماعه صوتا وجوده وكل حاجه ممكن تدور عليها يعني. نفس الامر، دي سماعه خلع سامسونج
برضو دي كانت بتيجي مع الأجهزة القديمة، بس دي بقى متاخدة من جهاز نفس السماعة تقريبا اللي احنا شفناها هنا. دي الهاي كوبي بتاعتها ودي الأصلية، مفيش أي فرق في الشكل تقريبا، لكن جودة الصوت بتختلف يعني شوية، والخامة برضو بتفرق. كلهم سماعات 3.5 مللي، تشتغل على مدخل السماعات اللي هو التقليدي اللي هو بيبقى موجود في أغلب الهواتف. في بعض الهواتف مبيبقاش موجود، بيشتغل عليه حاجة اسمها تايب سي، سماعة تايب سي بتشتغل بتبقى في مدخل الشحن مباشرة الأجهزة الحديثة، أو اللي مفيهاش مدخل 3.5 مللي. السماعة دي يتراوح سعرها ما بين 75 ل150 جنيه. مشكلتها إن هي لو أنت مشغل الصوت وعايز تشحن في نفس الوقت لازم تجيب أدابتور محول، يعني 2 في 1 عشان تشحن وتستخدم الصوت في نفس الوقت. وآخر حاجة ممكن نذكرها هنا قبل ما نتكلم بقى عن خلاصة الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه كتير ده، سماعات الآيفون. سماعات الآيفون ليه مدخل لوحده، حاجة اسمها مدخل 3.5 مللي، بيبقى بالشكل ده اللي هو اللايتنينج. مدخل اللايتنينج ده بيشتغل على الشحن برضو على الصوت في الأجهزة اللي فوق ايفون 7 تقريبا، أول جهاز شالوا منه مخرج السماعة أو مدخل اللي هو مدخل السماعة تقريبا. فايفون 7 فما فوق لازم تستخدم سماعة لايتنينج مش 3.5. بالنسبة للسماعات اللايتنينج في منها بقى درجات كتيرة أوي في السوق، أنا جبت منها 2 بس عشان نتكلم عن الحاجات الأصلية والحاجات الكوبي. دي سماعة رنجها في السوق تقريبا 100 جنيه، أنا ببيعها عندي ب100، في حاجة أعلى منها شوية ب150 جنيه. ودي سماعة أصلية بتتباع، يعني يمكن أنا عشان جايبها رخيصة من فترة ببيعها ب450 جنيه، هي بتوصل حاليا لحوالي 1000 جنيه تقريبا في المولات وفي المحلات الكبيرة يعني. السماعات الكوبي بالمناسبة لازم تشغل، بالنسبة للآيفون تشغل البلوتوث وانت مشغلها، لان هي بتقرا على انها سماعة بلوتوث، لان شركة ابل موقفة موضوع انك تشغل سماعة مش اصلية او اكسسوار مش اصلي. فالشركات الصينية تحايلت على الموضوع وحولتها لسماعة بلوتوث بسلك، يعني ما تسألنيش ازاي بس هو ده اللي حصل يعني، او اسألني يعني ممكن تسألني التعليقات وانا ارد عليك يعني لو انت عايز تعرف المعلومة دي. بس احنا كده استعرضنا سريعا كل السماعات، يعني احنا ممكن نتكلم برضو، مش هنعرف نقيم السماعات دي لان دي انا ما استخدمتهاش شخصيا فمش هقدر اقيمها لكم يعني. او استخدمتها والله، يمكن استخدمتها برضو، بس هي سماعات عادية يعني مفيش فيها اي اضافة غير انها بتشتغل لايتنينج مش 3.5 مللي يعني. خلاصة الموضوع احسن سماعة دول كلهم، يعني لو جبنا الخلاصة النهائية السماعة دي، السماعات الأصلية هي أفضل سماعة، السماعة اللي بتيجي في علبة الجهاز هي أفضل سماعة أو ما يساويها يعني. طيب أنا معيش 150 ولا 300 جنيه عشان أجيب سماعة أصلية، هعمل إيه؟ والله في كل فئة هتلاقي سماعة نظيفة، يعني اتكلمنا على فئة 35 ل50 جنيه، عندك السماعة ديت أقل حاجة ممكن تشتريها. بعد كده عندك اليسون، سماعة متوسطة في السعر ومتوسطة في الجودة. بعد كده عندك التسلا بفئة 75 جنيه، سماعة التسلا دي. وبعد كده عندك في الفئة السماعات الأصلية، سواء السماعة دي أو السماعة دي اللي هي الكاوتش أو العظم، مش هتخيب ظنك يعني. لكن عموما بشكل عام السماعات كلها بتبوظ، فيعني لو هتشتري سماعة رخيصة أو غالية هتبوظ، فأنت حافظ على السماعة. تعمل إيه بقى عشان تحافظ على السماعة؟ أكتر حاجة بتبوظ السماعات فكرة الكلبسة، إن أنا أمسك السماعة أعملها كده وأروح حاططها في جيبي، دي أكتر حاجة بتبوظ السماعات يعني. تاني حاجة التعامل بقى بعنف، إن أنت تشدها يعني تتعامل معاها كأنها واحد صاحبك يعني بتهزر معاه. لا يعني ده أكتر حاجتين بتبوظ السماعات. وأكتر حاجة بتحافظ على السماعة إنك تجيب سلك اللي هو بيتقال عليه شرينك،
اكتر حته بتبوظ منها السماعات هي الجزء ده. بسم الله. الجزء ده والتاني والتحريك كتير ليه هو اللي بيبوظ السماعه اكتر حاجه. تاني حاجه اجزاء الاتصال اللي هي الجزء ده او الجزء ده اللي بيبوظ منهم السماعات غالبا يعني، واكتر جزء هو الجزء ده. فده لو جبت شرينك سلك بيدخل هنا كده يعني بتحاول ينكمش بانك تسيح شويه حراره عليه فيبتدي ينزل شويه فيمسك على الحاجه وما يبقى سهل ان هي تبقى مرنه ان هي تتحرك كده او كده من غير ما تبوظ. بس ده كل حاجه النهارده. ويعني لو انت عايز تعرف اي حاجه عن السماعات او عن اسعارهم او يعني ان شاء الله احنا نتكلم، ده الفيديو ده خاص بالسماعات الشعبي او السماعات اللي هي الرخيصه. وفي نفس الوقت ما بنتكلمش فيه على السماعات، كل السماعات اللي هنا سماعات سلكيه. فيديو تاني ان شاء الله نبقى نتكلم عن السماعات البريميوم او السماعات البلوتوث او الاعلى جوده شويه والاغلى شويه. يعني احنا بنتكلم هنا في اغلى سماعه الايفون دي مثلا ب 450 جنيه، في سماعات بتبتدي من 1000 جنيه. يعني سماعه الاي كي جي الاصليه مثلا كنت شايفها من فتره ب 950 جنيه. فان شاء الله نتكلم عنهم في فيديو تاني لاحق باذن الله، مش ممكن مش الفيديو الجاي، مش ممكن اللي بعديه، بس ان شاء الله في اقرب فرصه يعني. والسلام عليكم، واسف جدا لو طولت عليكم في الفيديو.